السلام عليكم، مساء الخير عليكم شيرات. ان شاء الله كاع تكونوا غايه. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم، ودائما راني نوجد معكم في تحضيرات تاع رمضان ونعطيكم الوصفات اللي تحتاجوهم في رمضان. كيما دروك جبت لكم هاد لي صالي بريستيج، مملحات راقيه شابه بنينه وسهله بزاف. تقدري تعتمديها كمشروع ولا تخدميها في رمضان ان شاء الله، تفرحي بها العائله تاعك وتزوقي بها الطابله تاعك. غادي نديروا لي رولي صالي بالكريمه الرائعه الخفيفه وحاجه شابه. حاجه الاولى خواتاتي، ديرونا جيم للفيديو، ابونيو عندي في الصفحه هكا باش تشوفوا كاع جديد الحلويات والمملحات. عندي 3 بيض على حراره الغرفه، نفصل الاصفر على الابيض، ندير شويه تاع الملح، شويه تاع الحرور فوق بياض البيض. نطلع كل شيء بالباتور هكا حتى يولي لي الخليط تاعي كالرغوه. نعاود نزيد هذاك صفار البيض فوقه ونزيد نخلط مليح. بعد ما خلطت نزيد مغرف كبيره معمره مليح فرماج، عاود نص مغرف طماطم مصبره، طماطم القوطي، وكمشة تاع معدنوس يكون مقطع رقيق. نخلط ثاني كلش مليح مليح. ونزيد من بعد ندير ربع كاس، يعني حوالي 4 مغارف ولا 5 تاع الزيت، انا هنا راح للمقطع. ونزيد ندرب غايه. نجيبو الفرينه، نديرو بالغربال يعني بالصفايه الفرينه تاعنا اللي غادي تكون حوالي 70 غرام تاع الفرينه. الا شدتوا الخليط تاعكم مازال سائل زيدوا حوالي هكا نص مغرف. درت 70 غرام تاع فرينه، غربلتها وحطيتها، دخلتها بالفوي هكا من تحت للفوق كيما نخدموا لا جينواز. من بعد زدت كملت كاع الكميه تاعي، ندخلوها على 2 دفعات ولا 3. نجيب البلا تاعي اللي يدخل الفرن اللي كنت فرشته بورق الزبده ونحطو فيه الخليط. البلا تاعي عنده فيه 20 على 30 سنتيم، عفوا 20 على 25 سنتيم. نحط الخليط كاع هكا، ومن بعد نحاول باه نطاليه بيان في هذاك السني ونوصله كاع الاطراف حتى للقنت. نخبطه شويه وندخله الفرن اللي كان حامي غير يا ربي 7 دقائق ويكون طايب معايا. بعد ما خرجته مباشره وهو حامي غادي نقلبه هكا فوق بابي كويسون يكون نقي واحد اخر. نقلعو هذاك البابي كويسون الاول، شوفوا يدي مولا بسهوله ولا ينقلع بسهوله، ونروليه وهو ساخن كيما نخدمو الرولي اللي يكون حلو هكا وهو حامي باش ما يقردناش. نخليه كيما هكا يبرد. بعد ما برد لي تبغي تخليه في الفريجيدار ولا تخليه غير تما قدامك. انا هنا بعد ما خليته في الفريجيدار حوالي 10 دقائق خرجته ونحطو فيه كريمه الجبن اللي كنت شاركتها معكم، راني مشاركتها معكم هنا في القناه وعلى مواقع التواصل، كريمه الجبن الخاصه بالمملحات. هنا درت كميه من هذيك الكريمه، عاود زدت عندي علبه تاع طون بالزيت، صفيته مليح بالزيت وحطيتها في هذاك الرولي هكا. نحاول باش نفتتها كاع في الاطراف تاع هذاك الرولي. تنجمي ديري دجاج تميكسيه مع هذيك كريمه الجبن، ولا تستغني كاع على هادو ديري غير فرماج. ونرولي هكا ونعاود نغلق عليها ونخليها في الفريجيدار حتى تشد روحها. لازم هذيك الكريمه تشد روحها غايه في هذاك الرولي باش نقطعوها، وكي نقطعوها ما تغبناش وتجينا الحبه الفينيسيون تاعها تجي شابه. شوفوا نعاود نبلع عليها هكا ونحطها في الثلاجه. بعد لي بردت لي خرجتها، ماشي الكونجيلاتور شيرات غير في الفريجيدار. خرجتها هكا وشدت روحها غايه. نبدا بخدمي يكون حاد ونبدا نقلع الاولى هاد الاطراف، ومن بعد نقطع القطع تاع الرولي. هاد الوصفه تعرفوا شحال سهله وشحال بنينه، بزاف بزاف بنينه وسهله، يعني تقدري تخدميها في وقفه. شوفوا كي جاني شباب بعد ما روليته كملت هكا وحطيتها في هذوك لي زاسيات. الاولى كنت باغيه ندير طوال مستطيل، عاود قلت لا ندير الكاري احسن. وقطعيهم هاك، تبغي ترقيهم بزاف تبغي تغلضيهم نتيما بغيتي. عاود جبت هنايا فرماج شرائح داك السلايس. تاني هادو الخطوات تزيين يبقى اختياري. انا درت هنا هاد الخطوه تاع الفرماج من الفوق، كل شريحه تاع فرماج قطعتها على 3 وحطيتها هكا من الفوق. من بعد زينت بهاد الزيتون الموف، درتها بالكوردون باش يشد مليح. وتزيين كيما قلت لكم، تبغوا ديروا غير ورقه تاع معدنوس، تبغوا ديروا غوزاس بالفرماج، يعني كيما تبغي.
شوفوا لي الجمال تاع هاد المملحات، عليهم بزاف لا كوموند في جميع المناسبات، يعني حاجه رائعه. الثمن تاعهم يدير 10000 يعني 100 دينار للوحده، وبالتزيين يوصل حتى ل 120 دينار، يعني على حسب التزيين والزوائد اللي نزيدوهم معها. حبيباتي ديروا لنا جيم وابوني، نخليكم الوصفه واحده اخرى. سلام.